بيبدأ الفيلم مع ليوناردو دافنشي وهو في مرحلة الشباب، وبيكون بيجرب واحد من الاختراعات الجديدة بتاعته، وبيجي صاحبه لورينزو وبيسلم عليه وبيشوف الرسمة اللي هو راسمها لحبيبته ليزا، وبيسأله انت اعترفت ليها بحبك ولا لأ؟ لكن ليو بيقوله انه لسه مش عارف يقولها ازاي، وبيقوله انه دلوقتي مركز في الاختراعات بتاعته، وبيوريله عربية مركب ليها شراع وبيعرفوا ان دي ممكن تطير، والاتنين بيتحمسوا ان هم يجربوها ويعيشوا مغامرة جديدة. وفعلا بيجروا بالعربية وبيعدوا بيها للبر التاني، وبيكونوا فرحانين انها طارت بيهم والاختراع نجح. بعدها بيمشوا مع بعض وبيقابلوا واحد اسمه تشوكو قاعد بيرسم، وده راجل كبير وبيحب ليو وبيعتبره زي ابنه بالظبط، وبيسأل ليو عن آخر اختراعاته، فبيقول له إنه اخترع بدلة غطس ممكن ينزل بيها لعمق البحر وهيروح يجربها كمان شوية. وبيمشي ليو ولورينزو وبيروحوا يقابلوا ليزا اللي بتتوتر أول ما بتشوف ليو، وبتوقع الحاجة اللي شايلاها من إيديها وبتيجي على وش ليو. بعد كده بيفضلوا يضحكوا، وليو بيقول لهم إنهم هيروحوا عند البحيرة علشان يجربوا اختراع جديد، وليزا بتفضل تقول له إنها عايزة تستنى هنا في الحقل مع باباها علشان ممكن يحتاجها، لكن ليو بيقول لها إنهم مش هيتأخروا. وفعلا بيروحوا مع بعض، وليزا بتتعصب وبتقول له أنت جايبنا لحد هنا علشان نجرب بدلة؟ فبيقول لها إن دي مش أي بدلة، دي بدلة هتخليني أمشي تحت المية. وطبعا ده اختراع جديد ساعتها ومحدش فيهم كان مستوعب، بس ليو بيقنعهم لما بيخرج البدلة وبيركب فيها الخرطوم اللي بيضخ الهواء علشان يعرف يتنفس، وبيلبس البدلة وبيقول للورينزو يفضل ماسك الخرطوم، وفعلا بينزل المية وبيمشي تحت شوية والاختراع بينجح. ولما بيخرج بيفضلوا يحتفلوا بيه لأنه مشي 100 خطوة تحت المية كأول واحد يعمل كده، وبيركبوا العربية بتاعت ليو علشان يمشوا، لكن المشكلة إنهم بيشوفوا حريقة جاية من ناحية بيت ليزا، فبيجروا على هناك بسرعة. ولما بيوصلوا بيعرفوا إن الحقل بتاعهم اتحرق بالكامل، وباباها بيكون زعلان بسبب إن المحصول كله اتحرق وهو عليه ديون، ولو ما سددهاش هيروح في داهية. وليزا بتزعل وبتمشي، ولما ليو بيروح وراها بتفضل تزعق معاه وتقوله انت السبب، عشان انا كنت عايزة افضل مع بابا، ولو كنت موجودة كان ممكن كل ده ما يحصلش. وبتقوله يمشي وما يشوفهاش تاني. بعدها بيقف ليو ولورينزو، وليو بيقول انها منهارة دلوقتي بسبب الديون اللي على باباها واحنا لازم نساعدها، لكنهم بيكتشفوا انهم مش معاهم فلوس خالص. وساعتها بيكون تشوكو معدي وبيسمع الكلام ده كله، وبيقول لليو انه ممكن يعمل له جواب توصية ويبعته عند واحد من الرسامين الكبار في فلورنس، وبيقول لليو انت رسام موهوب وممكن تشتغل معاه في المرسم بتاعه وتجمع فلوس من الموضوع ده وتساعد بيها ليزا. وبيعرف لورينزو ان في مطاعم كتير هناك وهو بيحب الطبخ وماهر فيه وممكن يشتغل هناك، والاتنين بيتحمسوا وبيستعدوا ان هما يمشوا، لكن ليو بيقول انه هيروح البيت يجيب حاجاته ويتقابلوا الساعة 6. ولما بيمشي ليو بتيجي ليزا وبتسأل لورينزو عليه، وبتقول إنها متضايقة إنها كلمته بالأسلوب ده، وبتعرف من لورينزو إنهم رايحين فلورنس علشان يشتغلوا ويجيبوا لها فلوس، فبتتضايق وبتقول إن دي مشكلتها ولازم هي اللي تحلها. بعدها بيمشي لورينزو وبيكون الوقت بقى ليل والدنيا ضلمة، وبيسمع 2 قاعدين بيتكلموا على ليوناردو دافنشي، وواحد فيهم بيكون قرصان وبيكلم الزعيم بتاعه وبيقول له إن اللي انت عايزني أراقبه ده يبقى ولد صغير ودي إهانة ليا. لكنهم بيسمعوا صوت حد بيتحرك في العشب، وبيروحوا يمسكوا لورينزو وبيقولوا له انت هتفضل معانا، وبيخلوه يكتب جواب لليو انه مش هيقدر يجي معاه الرحلة. وبعد شوية بتروح ليزا علشان تقابل ليو، وبيكون مش عايزها تيجي معاه علشان هو مش ضامن الرحلة فيها ايه، لكنها بتكون مصممة علشان دي مشكلتها. وبيتحركوا هما الاتنين، ولما بيوصلوا عند العنوان اللي رايحين له بيعرفوا من واحد واقف قدام البيت ان الشخص اللي جاي له مشي وراح ميلانو وهيرجع بعد شهر على الأقل. ولما بيعرف ان ليو رسام بيقول له ممكن تروح السوق وتشوف الرسامين اللي بيعرضوا لوحاتهم هناك وتشتغل مع واحد فيهم. وفعلا بيروحوا هما الاتنين على السوق وبيقفوا يتفرجوا على واحد بيحكي حكاية الكنز الأسطوري المفقود في المحيط واللي هيلاقيه هيبقى أغنى الأغنياء، وبيقول لهم إن معاه الخريطة ومستعد يبيعها للي بيحب المغامرة وهيدفع أكتر. فبيروح ليو يتكلم معاه وبيقول له إنه مش معاه غير نص الفلوس بس، لكنه بيقول له أنا ممكن أديلك الرسمة دي عشان تبقى بباقي الفلوس. والغريبة إن الراجل بيقول له ولا يهمك يا ليو، هات اللي معاك وخد الخريطة.
فبيستغرب هو عارف اسمه منين، فبيقول له أصل أنا قريت التوقيع بتاعك على الرسمة. وفعلا بياخد ليو الخريطة، لكن فجأة بتظهر بنت صغيرة بتاخد منه الخريطة وبتجري. وبيفضل هو وليزا يجروا وراها، والبنت بتكون سريعة جدا وبتفضل تطلع على البيوت وتهرب منهم، لكن ليو هو كمان بيطلع على البيوت وبيفضل يجري وراها. وليز بتقف تتفرج من تحت، وبيجي طفل صغير يديلها تلسكوب وبيقول لها بصي من ده علشان تشوفيهم كويس. وبيفضل ليو يجري ورا البنت لحد ما بيمسكها، لكن البنت بتقوله انها هترمي الخريطة. ولما بيقول لها انه هيعمل لها اللي هي عايزاه بتقوله انها مستعدة ترجع له الخريطة، بس بشرط انه ياخدها معاه في الرحلة دي. ولما بيرفض بيسمع صوت ليزا والطفل اللي معاها، وهي بتقوله انا موافقة ان البنت تيجي معانا. والبنت بتفرح وبتعرفهم بنفسها ان اسمها اجنس، والولد بيقول لهم ان اسمه نيكولو وعايز يجي معاهم هو كمان علشان هتبقى رحلة ممتعة. وفعلا بيتقابلوا كلهم قبل غروب الشمس، وبيتحركوا على طول بالعربية بتاعت ليو لحد ما بينزلوا بيها في المية. وليو بيخلي العجلات تتحرك علشان تعرف تمشي في المية، والأجنحة بتاعت الطيارة بيلزقها في بعض علشان تكون زي الشراع، وبيبدأوا رحلتهم. وفي الوقت ده بيكون القرصان اللي كان في الغابة موجود على المركب بتاعه ومعاه رجالته، وواحد منهم بيقوله إن ليو اتحرك هو واللي معاه. ومن الناحية التانية بيكون ليو وليزا ومعاهم الطفلين أجنس ونيكولو قاعدين ومولعين نار علشان يناموا هنا ويكملوا رحلتهم الصبح. وبيفضل نيكولو يحكي لهم إن بكرة فيه كسوف كلي للشمس، وهو بيحب النجوم والفضاء، وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيناموا. وفي الوقت ده بنشوف لورينزو هو قاعد في مخزن ومربوط، وبيستغل إن فيه فار معاه في المخزن وبيرميله شوكة أكل على الحبل اللي هو مربوط بيه، والفار بياكل الحبل وبيفك لورينزو. وعلى طول لورينزو بيفك نفسه وبيطلع يجري على تشوكو علشان يبلغه باللي حصل، وبيقوله إن ليو في خطر ولازم نساعده. وتشوكو بيقوله إنه هيجهز السفينة ويتحركوا بسرعة علشان ينقذوهم. بعد كده بنشوف تاني يوم الصبح وليو قاعد على البحر، وبيلاحظ إن فيه دولفين متعلق في شبكة صيد، فبينزل علشان يفكه. والدولفين بيفضل يشكر في ليو وبيغطس وبيطلع تاني وهو معاه عقد، وبيديه ليو علشان يشكره. فبيفهم ليو إن الكنز قريب من المكان اللي هم فيه ده، وبيقرر إنه ينزل المية علشان يشوف بنفسه. وفعلا بياخد البدلة وبينزل المية، وبيفضل ماشي وبيدور وسط الأنقاض، لكنه بيتفاجئ بهياكل عظمية وبيكون خايف جدا لحد ما بيلاقي سفينة متحطمة وبينزل فيها يتمشى، وبيتفاجئ إن في سمك قرش محوط الفتحة بتاعة الخروج، وبيحس إنه اتحبس جوه. لكن لما القروش بتقرب منه بيخلع خرطوم الهواء اللي معاه وبيحطه في بق القرش، والقرش بينفخ وبيطير بعيد وبيخوف باقي القروش. وبعد شوية بيطلع عليه وبيقول لهم إنه لقى السفينة الغرقانة، لكن للأسف السفينة فاضية ومفيش فيها كنوز. وبيكون في 2 من القراصنة مستخبيين ورا صخرة وبيسمعوا كلام ليو، وبيروحوا علشان يبلغوا الرئيس بتاعهم بالموضوع ده، لكنه بيقول لهم إنه مش مصدق وعايزهم ينزلوا يتأكدوا من السفينة بنفسهم. ولما بيقولوا له إن ليو معاه أجهزة ومعدات بيقول لهم يخترعوا هم كمان معدات ويروحوا. وفعلا بيجيبوا براميل وبيخرموها من فوق علشان تكون شبه بدلة ليو يعني، لكن طبعا الفكرة بتفشل، ولما بينزلوا المية بيترفعوا تاني لأن البراميل بتطفو لفوق، وكمان بيطاردهم سمك قرش وبتكون المركب اللي معاهم هتغرق. فبيرجعوا تاني للزعيم وبيقولوا له إن هم فشلوا ولازم يستنوا ليو. بعد كده بنرجع لليو مرة تانية، وبيكون قاعد مع ليزا اللي بقت زعلانة جدا من ساعة ما عرفت إن الكنز مش موجود، وبتقول لليو إن باباها مديون بفلوس كتير للكونت ولازم يسدد الفلوس اللي عليه. والكونت قال لباباها إنه لو ما سددش الفلوس يبقى ليزا تتجوز ابنه ماركي. وليو لما بيسمع كده بيتعصب وبيقول لها إنها مش هتتجوز حد غصب عنها، وأكيد هيلاقوا حل للموضوع ده. وبتكون أجنس بتسمع كل اللي بيتقال ده وبتصعب عليها ليزا. بعدها بيخرجوا كلهم بره الكهف اللي كانوا قاعدين فيه، وبيشوفوا سفينة للقراصنة قريبة منهم. وليو وليزا بيقولوا إنهم لازم يعرفوا القراصنة بيعملوا إيه هنا، وبيعوموا هما الاتنين وبيستنوا لما الشمس تغيب، وبيطلعوا على الحبال وبيفضلوا يتسحبوا لحد ما بيدخلوا أوضة الزعيم، وبيعرفوا إنه شغال لحساب قرصان كبير اسمه فلاي، وهو القائد بتاعهم واللي مخليهم يدوروا على الكنز. وبيشوف ليو جواب كان المفروض يتبعت لفلاي، وبيكون مكتوب فيه إن ليو فشل إنه يلاقي الكنز. فبيفهم ليو إنهم كانوا مراقبين كل حركاته وبيبعتوها لفلاي. وفجأة وهم واقفين
بيسمعوا صوت حد بيقرب وبيعرفوا إنه الزعيم بتاع القراصنة، لكنهم بيستخبوا بسرعة قبل ما يدخل الأوضة. وهو بيفضل يقول إزاي الرسالة ما تتبعتش للقائد فلاي لحد دلوقتي، وبيكون متضايق من المساعدين بتوعه. بعدها بيكتشف إن في فار معاه في الأوضة وهو بيكره الفئران، فبيفضل يجري وراه وبيحاول يضربه بالسيف وبيرمي عليه برميل. وبيقدر ليو وليزا يستغلوا الفوضى دي وبينطوا في المية وبيرجعوا لمكانهم تاني. وتاني يوم الصبح بيقوم ليو وبيفتكر إنه لما كان تحت المية وشاف السفينة شاف عجلتين تحكم المسؤولة عن حركة السفينة، ولو كانت سفينة واحدة كان هيبقى في عجلة واحدة، ومعنى كده إن في سفينة تانية اتحطمت في المكان ده. فبيجري يصحيهم كلهم وبيقول لهم على اللي افتكروا وإنه هينزل المية تاني. وفي الوقت ده بيقرر نيكولو إنه ياخد أجنس ويروح يشغلوا القراصنة شوية بإنهم يخلوهم يقبضوا عليهم ويحاولوا يضيعوا وقت. وفعلا القراصنة بتمسكهم، وبيفضل نيكولو يقول لهم أنا ساحر عظيم ولو حد قرب مني هخلص عليه. ولما بيضحكوا عليه بيقول لهم إنه يقدر يخفي الشمس، وطبعا كلهم بيفضلوا يضحكوا عليه تاني. وبيقول لأجنس إن على حسب حساباتي فالكسوف بتاع الشمس المفروض يكون دلوقتي، وهم هيفتكروا إن أنا اللي عملت كده وهيخافوا، لكنه بتطلع حساباته غلط في الآخر يعني. وفي الوقت ده بيكون ليو نزل تحت المية واكتشف إن في شلال، ولما بيطلع الناحية التانية من الشلال بيلاقي السفينة اللي فيها الكنز. فبيخرج من المية بسرعة وبينادي على ليزا، وبيروحوا هما الاتنين للسفينة، وبتكون الأرض مكسرة وممكن يقعوا في أي وقت، علشان كده بيمشوا بحرص شديد لحد ما بيطلعوا بالصندوق اللي فيه الكنز في الآخر، وبيفضلوا يحتفلوا إن هم لقوه أخيراً. لكن المشكلة إن القراصنة بيكونوا مراقبين كل ده وبيضربوا مدافع على ليو وليزا، وبيوصلوا على الشط وبياخدوا منهم الصندوق وبيطلعوا الصندوق عندهم على السفينة. بس القراصنة بيكونوا مش عارفين طريقة فتح الصندوق إيه، فبيقول لهم ليو إنه هيساعدهم بس بشرط إنهم يسيبوا أجنس ونيكولو يمشوا، والزعيم بيوعده إنه لو فتح الصندوق هيسيبهم كلهم يمشوا. فبياخد ليو سكينة وبيقوله إن السكينة دي هتفضل مع ليزا علشان لو غدرته هتقطع الحبل اللي فيه الصندوق وترميه في المية. بعدها بيقول لهم يجيبوا سمك ويرموه في المية علشان الدلافن تتجمع، ولما الدلافن تتجمع يبقوا يحركوا الصندوق علشان يكون فوق الدلافن بالظبط. وفجأة بيلاقوا إن الصندوق بدأ يتفتح فعلا، وبيقول لهم إن ده صندوق سحري بيتفتح في وجود الدلافن بس. وساعتها القرصان بيغدر بيهم وبيقول لهم يقتلوا الأطفال وياخدوا الكنز، وعلى طول ليزا بترمي السكينة علشان تقطع الحبل، لكن القرصان بيرمي سكينته هو كمان وبيلحق البقرة اللي بتنزل الحبل، وبيفضل الصندوق متعلق. فبينزل ليو بسرعة وبيقطع هو باقي الحبل، وبيقول لهم إن الصندوق هيفضل معاه لحد ما ياخد أصحابه. لكن القرصان بيأمر رجالته إنهم يضربوا ليو بالمدافع، وفعلا بيعملوا كده والمركب بتتكسر والكنز بيكون معاها. لكن فجأة بيظهر ليو وهو طاير في السماء بعد ما استخدم الشراع بتاع المركب وعملوا طيارة شراعية، وبيكون في حبل نازل منه وبيمسك فيه أجنس ونيكولو وليزا، وبيقدروا يهربوا ويطيروا مع ليو. والقرصان بيخلي رجالته يضربوا بالمدفع على الطيارة، بس الطلقة بتطلع لفوق وبتنزل على السفينة بتعمل فيها فتحة كبيرة وبتغرقهم كلهم وبيطيروا على البحر. وبيكون ليو لسه طاير بأصحابه، لكن بيقول لهم إن الحبل تقيل ومش هينفع يطيروا كده كتير، لحد ما بيشوفوا سفينة تانية بتقرب منهم فبينزلوا عليها وبيلاقوا إن اللي على السفينة تشوكو ولورينزو. وليو بيفرح جدا وبيقولوا إنه خلاص كده في أمان، وبيعرف تشوكو بكل اللي حصل وبيقوله إن لسه فيه جزء من الكنز معاه بس الباقي وقع في المية. وتشوكو بيقوله إنه مبسوط إنه بخير، وبيقوله إحنا هنطلع القراصنة دول علشان ياخدوا العقاب اللي يستحقوه. وفعلا بيطلعهم، لكن المفاجأة إن تشوكو بيقول القراصنة يمسكوهم، وفعلا القراصنة بتمسكهم. وبيقول تشوكو إن هو يبقى فلاي القائد بتاع القراصنة، وهو لما شافه بيستخدم بدلة الغطس عارف إن هو اللي هيعرف يلاقي الكنز. وبيعترف إن هو اللي ولع في الحقل بتاع بابا ليزا علشان يجبرهم يشوفوا شغل في المدينة. وليو بيتأكد إن كل ده كان خطة لما بيشوف الراوي اللي كان بيحكي حكاية الكنز في السوق، وبيعرف إنه واحد من القراصنة علشان كده اتعرف على اسمه لما شافه. لكن بيتكلم نيكولو وبيقول لهم أنا ساحر عظيم وممكن أخفي الشمس في أي وقت. والقراصنة بيفضلوا يضحكوا عليه كالعادة وبيقولوا له إنه قال كده المرة اللي فاتت، لكن المرة دي بيكون وقت كسوف الشمس فعلا والدنيا بتضلم عليهم فجأة. وساعتها القراصنة كلهم بيترعبوا وبيقولوا إن نهاية العالم جت، وبيسيبوا المركب وبينطوا في المية.
وتشوكو بيفضل ينادي عليهم وبيقول لهم يرجعوا، ده مجرد كسوف، لكن محدش بيسمع كلامه. فبيقرر إنه يخلص على ليو بنفسه وبيخرج السيف وبيفضل يضرب فيه، وليو بيفضل يهرب منه وبيطلع على الساري بتاع السفينة، ولورينزو بيساعده وبيمسكوا في إيد بعض هما الاتنين وبيقدروا إنهم يطيروا تشوكو في المية، وبيفضل هو ورجالته يجروا من سمك القرش بعد ما حاصرهم. وليو ولورينزو وليزا وباقي اللي معاهم بيوصلوا للمدينة علشان يودعوا نيكولو اللي خلاص هيسيبهم علشان يرجع بيته. بعدها بيروحوا على بيت بابا ليزا وبيشوفوا إنه بدأ يزرع الأرض، وبيوصل للكونت مونتس ومعاه ابنه علشان ياخدوا ليزا لأنها هتتجوز ماركي ابنه خلاص. هو بينزل يتكلم مع بابا ليزا وبيقول له هتجيب الفلوس ولا هتجيب ليزا تتجوز ابني؟ فبيديله ليو كيس مليان دهب وبيقول له يخلي الباقي علشانه ويمشي هو وابنه من هنا. وفعلا بياخدوا الفلوس وبيمشوا، وبيعرضوا على أجنس إنها تفضل معاهم لأنها ما عندهاش بيت تقعد فيه وتساعدهم في زراعة الأرض ويعيشوا كلهم هنا، وهي بتوافق وبيكونوا كلهم مبسوطين. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.